السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مطبخي. نتمنى من الله تكونوا كلكم بخير على خير ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله في أحسن الأحوال. رجعت لكم بعد مدة وبعد غياب طويل من تقريبا من العيد. مدرتش شي فيديو ديال شي وصفة هكا مع ظروف ومع بزاف ديال الحوايج، فنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير على خير وندوز معكم لهاد الوصفه. جيت نشارك معكم اليوم البسبوسه ديال اللبن اللي كتجي رائعه جدا جدا، يعني ما كيجيش فيها المذاق ديال اللبن نهائيا، وكل من ذاقها ما كيقولش ان فيها اللبن نهائيا. فندوز معكم المقادير وطريقه التحضير. هنايا عندي في اناء 2 حبات ديال البيض بدرجة حرارة المطبخ مع كأس ديال السكر الخشن، ثم عندي كيس من السكر الفانيليا، وكنخلط بالطراب اليدوي. اللي بغى يستعمل الطراب الكهربائي او الكأس الكهربائي او ايا كان من انواع ديال لي ماشين ماشي مشكل. انا هنا غادي نستعمل غير الطراب اليدوي فقط، وغادي نبدا نخلط البيض جيدا تيتجانس ليا ويذوب ليا السكر. بعد ما يذوب ليا السكر وتجانس ليا البيض، غادي نضيف تقريبا كأس الا ربع او لا نصف كأس تقريبا ديال الزيت النباتيه. في البسبوسه ما كنكتروش بزاف ديال الزيت، كذلك حتى في الكيك كنحاول دائما نقصو من الكأس. وكنخلط العناصر. هنايا عندي 2 كؤوس ديال اللبن، الحليب اللبن اللي كنشربو مع كسكسو، ماشي الحليب العادي، اللبن اللي كنشربو مع كسكسو. غادي نضيف 2 كؤوس ديال اللبن وغادي نخلط جيدا العناصر. ثانيا عندي 2 كؤوس ديال السميد الناعم او السميده الرقيقه كما كتشوفوا في الفيديو. السميده اللي كنستعملو في الحرشه اولا في البغرير. كذلك عندي 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلويات بيكنج باودر، ما يعادل 16 غرام تقريبا في المجموع. وغادي نبدا نضيف شويه بشويه مع التحريك المستمر. دائما كنخلطه بهذا الشكل هذا. ثم غادي نضيف 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلويات وغادي نخلط العناصر جيدا. هنايا عندي المول، غادي نستعمل المول ديال الزاج. فبالنسبه للمول اي نوع كان عندكم ديال المول بغيتو تستعملوه ماشي مشكل. انا قلت نستعمل المول ديال الزاج من الاحسن، وكذلك رشيشه ديال السميد الناعم باش ما يلتصقش لينا بعد ما دهناه بالزبده بطبيعه الحال، باش ما يلتصقش لينا البسبوسه ديالنا
اللي غنخرجوها من الفرن. صافي بعد ما كندهنوا المول جيدا بهذا الشكل، غادي نكب الخليط بهذا الشكل هذا. في هذه الأثناء كيكون الفرن سخنته على درجة حرارة 180 درجة، كيكون مسخن من الفوق ومن الأسفل. كندخل البسبوسة ديالي من التحت وكنخليها تطيب على راحتها، ومن بعد كنطلع الفوق باش تحمر على خاطرها. بعد ما خرجتها من الفرن بهذا الشكل هذا، فجانبا عندي سيرو اللي درت فيه نصف كأس ديال السكر مع كأس ديال الماء و واحد القرص ديال الحامض. اذا كان متوفر عندكم او الفانيليا او اللي كان عندكم، وكنبدا نسقيها بهذا الشكل هذا. فضروري يكون واحد الحاجه اللي تكون سخونه. الا كانت البسبوسه مازال سخونه لازم السيرو يكون بارد، وإلا كان السيرو بارد لازم البسبوسه تكون سخونه. ما ديروش كلشي بارد في خطره، ما ديروش كلشي سخون في خطره، باش ما تعجنش لكم ولا ما تشربش لكم السيرو. فكنسقيها بهذا الشكل. فجانبا عندي الكوك. بالنسبه للتزيين اختياري، تقدروا تزينوها باي حاجه عندكم، سواء كان اللوز افيلي او الكاوكاو او الكوك محمر، ايا كان عندكم او ايا بغيتو تقدروا تخليوها حتى بهذا الشكل هذا. تقدروا تزينوها كذلك بمبشور ديال البرتقال او الحامض، فاختياري. هنا بعد ما كنزينوها وكتقدموها في طبق، فعلا هاد البسبوسه كتجي رائعه جدا. اكثريه في المذاق ما كيجيش فيها نهائيا المذاق ديال اللبن. ان شاء الله تجربوها وتنال يعني الاعجاب ديالكم. غادي نقطع معكم تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، كتجي هشيشه، المذاق ديالها رائع جدا. فكانت هذه هي البسبوسه ديالنا كيفاش جات. غادي نقربها لكم في التبصيل. كنتمنىكم تجربوها ان شاء الله وتنال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش الدعم ديالكم والاشتراكات ديالكم وتعليقاتكم كذلك تفرحني. ما تنساوش. وهنايا غادي نودعكم، نقول لكم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.